إثيوبيا والجزائر يتفقان على عقد اجتماع للجنة الوزارية المشتركة قريبا. وزارة الخارجية الإثيوبية تؤكد أن إثيوبيا أكملت جميع التحضيرات اللازمة لاستضافة القمة 38 للاتحاد الإفريقي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، تحية طيبة تأتيكم من هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي، نشرة إخبارية أصحبكم فيها حسن أحمد. تابعونا. توصلت إثيوبيا والجزائر إلى اتفاق على عقد اجتماع للجنة الوزارية المشتركة قريبا. وبحث وزير الخارجية جديون تيموتس مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، وركزت المناقشات على القضايا الثنائية والإقليمية. وأشار الوزيران إلى أن إثيوبيا والجزائر تربطهما تعاون سياسي قوي من خلال الخيارات الدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف. وبحسب المعلومات الواردة من وزارة الخارجية، فقد توصل الجانبان إلى اتفاق على عقد الاجتماع الوزاري في المستقبل القريب. والجدير بالذكر أن وزير الخارجية الجزائري الذي يقوم بزيارة رسمية إلى أديس أبابا أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد. نظمت سفارة إثيوبيا في الجزائر حدثا حصريا لتقديم قهوة إثيوبيا الشهيرة عالميا إلى شركة فيموكا كوفي، إحدى شركات استيراد القهوة الرائدة في الجزائر. وتؤكد هذه المبادرة على العلاقات السياسية والدبلوماسية عميقة الجذور بين إثيوبيا والجزائر، بهدف توسيع هذه العلاقات في المجال الاقتصادي بما يتماشى مع أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وأكد السفير مختار محمد على أهمية الاستفادة من الرابطة الإفريقية القوية بين الدولتين الشقيقتين لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية القوية. وأشاد بشركة فيموكا كوفي لاهتمامها بالترويج للقهوة الإثيوبية لعشاق القهوة الجزائريين، وشجع على التوريد المباشر من إثيوبيا للقضاء على الاعتماد على وسطاء من جهات خارجية. وأكد السفير للشركة على دعم السفارة الثابت لتسهيل الاستيراد السلس للقهوة الإثيوبية مباشرة من مصدرها. وتطرقت المناقشات التي قادها القسم الاقتصادي بالسفارة إلى فرص التعاون التجاري الأوسع بين البلدين. وصل وزير الخارجية والتعاون في شرق إفريقيا في تنزانيا السفير محمود ثابت كومبو إلى أديس أبابا للمشاركة في الاجتماع الافتتاحي للجنة الوزارية المشتركة الإثيوبية التنزانية. ولدى وصوله إلى مطار أديس أبابا بولي الدولي تم ترحيبه واستقباله من قبل السفير مسغانو أرجا. ووفقا لوزارة الخارجية من المتوقع أن يلعب لوزارة الخارجية من المتوقع أن يلعب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة دورا رئيسيا في تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الوثيق بين البلدين. أكدت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السفيرة برتكان أيانو أن إثيوبيا أكملت جميع التحضيرات اللازمة لاستضافة القمة 38 للاتحاد الإفريقي. وأوضحت السفيرة برتكان أن الاستعدادات للقمة بدأت مبكرا مع تركيز خاص على جودة التنظيم. وشملت التحضيرات تدريب الدبلوماسيين والمتطوعين الذين سيتولون استقبال
استقبال القادة والسيدات الأوائل الذين سيشاركون في القمة. وأشارت إلى أن أديس أبابا بصفتها مقر الاتحاد الإفريقي وعاصمة القارة السمراء جاهزة تماما لاستقبال القمة بنجاح. وفي إطار ضمان حسن الضيافة تم استدعاء شباب متطوعين يتقنون اللغتين العربية والفرنسية لتعزيز فعاليات التواصل مع الضيوف القادمين من مختلف دول العالم. ودعت وزيرة الدولة المواطنين إلى أن يكونوا سفراء في الترويج لإثيوبيا كمركز سياحي وموقع مثالي لسياحة المؤتمرات. كما أكدت أهمية القمة التي ستشهد انتخابات المفوضين مما يتوقع أن يجذب العديد من الضيوف رفيعي المستوى. أطلق نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي السابق دمقة مكونن مؤسسة يادام، وهي مبادرة تهدف إلى القضاء على التقزم لدى الأطفال في جميع أنحاء إفريقيا. وتسعى المؤسسة إلى معالجة سوء التغذية من خلال حلول مبتكرة ومستدامة، مما يمثل خطوة حاسمة في معالجة أحد أكثر التحديات إلحاحا في القارة. وفي حفل الإطلاق سلط دمقة الضوء على الرؤية التحويلية وراء مؤسسة يادام، قائلا بأن مؤسسة يادام مبادرة تم إطلاقها للمساهمة في القضاء على التقزم في إفريقيا من خلال الاستفادة من أفضل التجارب. وتطمح مؤسسة يادام إلى أن تكون من بين أفضل 5 مبادرات في إفريقيا بحلول عام 2035، مما يساهم في ازدهار القارة من خلال استراتيجيات شاملة ومتكاملة تكافح سوء التغذية وتعزز التقدم المجتمعي. تمت مناقشة إطار تعاوني ثلاثي بين الصين وإفريقيا والأمم المتحدة للمساعدة في تعزيز إنتاج الأدوية المحلية. وقالت وزيرة الدولة للصحة الإثيوبية السيدة فريهوت أبابي إن المناقشة ستساعد إثيوبيا كدولة على موائمة سياساتها مع إطار العمل لزيادة قدرتها المحلية على إنتاج الأدوية. وذكرت أن المناقشة ستمكنهم من تقديم المشورة بشأن الخطوات العملية التي يتعين اتخاذها لتنفيذ الإطار. وقالت تينا بونتو ممثلة برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز في إثيوبيا إن الإطار الثلاثي سيمكن البلدان الإفريقية من زيادة قدرتها على إنتاج الأدوية وبناء البنية التحتية وإجراء البحوث وتحسين إدارة التكنولوجيا الصحية. ووفقا للمعلومات الواردة من وزارة الصحة، فقد وعد الممثل الإثيوبي للوكالة بأن يقوم برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية بدعم تنفيذ الإطار. توصلت حكومة إقليم أوروميا إلى توقيع اتفاق أخوة مع مقاطعة شاندونغ الصينية. استقبل رئيس حكومة إقليم أوروميا السيد شملس عبديسة وفدا برئاسة نائب حاكم مقاطعة شاندونغ الصينية جوجي سون في مكتبه. وذكر شملس في رسالة نشرها عبر صفحته عبر المواقع التواصل الاجتماعي أنه تم إجراء مشاورات فعالة بين إثيوبيا والصين على أساس اتفاق العلاقات الذي تم التوصل إليه بين قادة البلدين. وقال إن المناقشة خلقت فهما جيدا للفرص والموارد المحتملة في إقليم أوروميا ومنطقة شاندونغ بالإضافة إلى مجالات التركيز في المنطقتين. وخلال المناقشة جرت مناقشة واسعة النطاق حول سبل العمل معا في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير المناطق الصناعية والعلاقات الاقتصادية والتجارية. وأكد السيد شملس عبديسة لأعضاء الوفد أن إقليم أوروميا مستعد لخلق بيئة مواتية لتطوير الفرص في هذا الصدد.
وقبل الختام أبرز العناوين: إثيوبيا والجزائر يتفقان على عقد اجتماع للجنة الوزارية المشتركة قريبا. وزارة الخارجية الإثيوبية تؤكد أن إثيوبيا أكملت جميع التحضيرات اللازمة لاستضافة القمة 38 للاتحاد الإفريقي. وبهذا مشاهدينا الكرام قد وصلنا إلى ختام نشرتنا. تابعونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. نلتقيكم في نشرات قادمة ودمتم بخير وإلى اللقاء.